رسالة من شان بطلة التحدي إلى شان بطلة الصبر. بعدين معاك يا سوريا، عندك كم جوهرة اسمها شام، كم ماسة اسمها شام، كم لؤلؤة اسمها شام، كم وردة بيفوح عطرها ويملى المكان اسمها شام. عندك كم تاج يتحط على الراس اسمه شام، شام محمد البكور وشام محمد الشيخ. بنتين من سوريا يعلموا أجيال، يعلموا الكرة الأرضية كلها اللي الكبار ما قدروش يتعلموه من الكبار. نسمع ونشوف شام قالت ايه لشام، ونتعرف على شام جديدة. رسالة من شان بطلة التحدي إلى شان بطلة الصبر. أنت علمتينا الصبر وعلمت أطفال العالم أجمع الصبر الحقيقي والقوة الحقيقية. أنا بس هروح الإمارات رح زورك، لأنه في كتير عالم عم خربطوا بيني وبينك. بإذن الله تتزول محنتك بإيمانك. أنت حلا برعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات، من ضمن كتير حالات تمت رعايتهم. كل مواساة العالم لا تعزي فاقد عما فقد، لا كلمات تصف المشهد، لا كلمات تصف الشعور. يا رب تشفي جميع الجرحى والمصابين وتخفف من آلامهم، اللهم آمين. رحم الله من قضوا تحت الأنقاض في زلزال سوريا، وأنعم على الجرحى بالشفاء العاجل. سؤال مهم جدا اتسألته الطفلة شام محمد البكور الفائزة بالمركز الأول في القراءة. السؤال كان مهم قوي ومش أي حد يقدر يجاوب عليه، لكن الإجابة كانت أهم وأجمل وأعظم إجابة ممكن تسمعها، خاصة من طفلة في سن شام. إذا شام البكور بطلة تحدي القراءة على مستوى الجمهورية السورية. شام تفضلي. مرحبا يا شام. أهلا، كيف حالك؟ الحمد لله. أنا في الحقيقة أشعر بسرور وأنا أخاطبك. وأنا. تعرفين لماذا؟ لماذا؟ لأنني أشعر أن الدنيا ما زالت بخير، وأنه لا خوف على العرب بعد اليوم. شكرا. بهذا العمر وتقرأين وتصلين إلى هذا المستوى شيء مشرف ومبهج ومفرح، وأنت مثال للأطفال في العالم العربي، أنت يعني قدوة لهم يا شام. نعم. شام، أكيد أنك قرأت كثيرا لتصلي إلى هذا المستوى. نعم، وتعرفين بعض الكتب تؤثر فينا ونرغب في قراءتها أكثر من مرة، صحيح؟ نعم. هنالك مقولة تقول إن الكتاب الذي لا يمكن أن يقرأ مرتين لا يمكن أن يقرأ مرة واحدة. خبرينا عن كتاب قرأته أكثر من مرة، ولماذا قرأته أكثر من مرة؟ شام الأمورة، لديك دقيقة واحدة، تفضلي. كتاب تقرأه 3 مرات أنفع من 3 كتب تقرأ كل منها مرة واحدة. والكتاب هو السيرة النبوية، لأن فيها عبر وأخلاق من قيم إسلامنا المتكامل، ففيها حديث نبوي وفيها أشياء تعرفنا على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى في كتابه العزيز من بعد بسم الله الرحمن الرحيم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. أحسنت يا شام.